بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 133 من دروس فقه السنة النبوية. أنفذ ما يرضى رب السام محور جديد تحت عنوان أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام. ثقي ذي الحلقة ثم زوارث، الحلقة ثمن زوث. مدخل لا شادين غير المدخل أكون تفهم غير مثلا باللي الوحيان القرآن والسنة إلا ذيك السن النصوص أحكام، نصوص دالة على أحكام شرعية. مثلا أنزوذي القرآن الكريم، القرآن الكريم إلا ذيك الساطس مثلا ما دينيض ينادى ربي ذي القرآن الكريم ذي سورة البقرة الآية 282 أطول آية في القرآن. لا يثم قرآن القرآن تسا سورة البقرة الآية 282 ثقي آية قرآنية دالة على أحكام شرعية، ذيكس للوا ذيكس القوانين. مثلا الآية بتبدأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم سلايد في القرض أرطال يون ما يرضى اللي وايض أذيارو أذي يكتب، ماشي المعنى يسمو يكتب ويلا قرا خاطئ. لانت العقود يتسوي كتبن، لانت العقود سواوال عقود باللفظ بالألفاظ، لأن العقود تبرم بألفاظ اللافظين. يعني البيع والشراء، واحد يقول بيع لي والآخر يقول بعت لك السومة كذا وكذا، خلاص بلا النوتير بلا الموثق بلا القاضي بلا الكاغط بلا والو. هذا أمر جائز، عقد مشروع. ممكن ذي زيك الزنزون ثي فركيوين تمورث تزمورث ذي خامان تيحونا سووال. العقود ضران سووال مشروعة. العقود التي تمت بألفاظ الناس بيعا شراء رهنا قرضا إيجارا، كل العقود فهي مشروعة في نظر الشريعة، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة المائدة في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود مطلقا، سواء كانت هذه العقود عرفية أو كانت رسمية خاضعة لأشكال معينة إلى آخره. ربي مدينا وفيت العقود ودينا شو العقود هنا دو أكل العقود ياكل أكل العقود. ولا يقوم الإسلام تهضرت في القرض، تهضرت في التوثيق، تهضرت في التجارة، تهضرت في الرهن الرهينة، تهضر داك المسألة مرة يوث الآية أنت تصنف الآية أدين ثقي من آيات الأحكام. أدوغ مثال النظام إن ضربي في سورة البقرة في الآية 275 الآية الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية قندت تكلاسيض أنت تصنفض من آيات الأحكام أكا. ولكن الأحكام إذا ربي مات في سورة البقرة الآية 110 إذا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقي حكم شرعي ظلث أظمث. أم بعد في الآية 183 من سورة البقرة ربي هضرت في رمضان إفكاد من بعد الأحكام ميلو نوري زميرة ما إلا فيك أحكام شرعية. أحكام الحج يمدين ربي مثلا نغل العمرة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية هي آيات أحكام ولكن في مجال العبادات.
ماشي ذي السوق ذي التجارة، لا ثقيل يعني العبادات، خاطر لان مجالان كبيران، مجال العبادات ومجال المعاملات، لا يثني مزورة أين يشدن التجارة البيع والشراء إلى آخره. ولكن لا يثقي ثنقورا التمسلين في العبادة، تظليث رمضان، الحج، العمرة، الزكاة مثلا نادى ربي ذي سورة التوبة الآية 60، الآية 60 إنما الصدقات أي إنما الزكوات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ربي فقنا غيد 8 الصناف ذكيوث الآية 60 من سورة التوبة. مري يفكيون الزكاة ينس العشورة ينس أثيفك إلى الأصناف 8 هكا أثن تفاصيل دوسان ديال الآية في 60. أحكام الزكاة يعني مستحقو الزكاة وردوا على وجه التفصيل في الآية 60 من سورة التوبة. إذن هي آية أحكام. نفسر القرآن ثم ولا السنة أقل هذه السنة. ذي السنة كيف اللانت الأحاديث يغدي سمسلاين في العبادات، أحاديث الأحكام في العبادات. أمشي راه الظال، أمشي راه النظم، أمشي الحج، أمشي العمرة، في جوك الأحاديث سيأتي بيانها في المستقبل، لأنه هذا هو المحور، أحاديث الأحكام ذي العبادات. أكا يلا أما كيف الدنيا غاسمة إن شاء الله هذا سمكتي الزكاة. شحال زكاة الذهب؟ أديني 85 غرام نصاب كيني لا وغالا ذفير فكد اشو دينا نفي صلى الله عليه وسلم إن 20 دينارا 20 دينار ليكيفالون بس 85 غرام ذهب او نسعان 20 دينار ليكيفالون يعني ما يعادل 85 غرام من الذهب يزيد في السكواس هذه السفاغ ربع العشر 2.5% 2.5%. يلا إما إلا يسعى الفطة إلا قد يسعى 200 درهم ماشي دينار درهم 200 خاطر وكيك الحون ديال الوقت 200 درهم أكيد دينا النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي البيان في جوك الشهر في الوقت المناسب إن شاء الله. ذا شو اللي كيفالون ينساسا سالغرامين حسب نكوني أديني 595 غرام. يلا كل شيء اما ذي المال اما ذي الزقار اما ذي ذريم اما الذهب اما ذي الفضه اما كلش عندها دوسان ثقه ذي السنه صافي ثقي احاديث احكام في العبادات باش نعبد ربي. ذي المعاملات نعم، ذي البيع والشراء، ذي التجاره، ذي المضاربه، القراض، ذي المرابحه، ذي الشركات، ياك ثقه ذاك ياك اسمي سنه المعاملات اللي في السنة النبوية. إذن المحور محور السنة النبوية في مجال أحاديث الأحكام. ثورة مزايد المدخل باش المقدمة دينا غيث مثلا الدروس تكون متنوعة. أدنوي الحديث مجموعة أحاديث من بعد أدنفك فقه الحديث فقه الأحاديث والأحكام المستنبطة من تلك الأحاديث النبوية، سواء يتعلق الأمر بالعبادات أو بالمعاملات. المهم أن نركز في أحاديث الأحكام، أما ذين الشدن غير العبادات أما ذين الشدن غير المعاملات. كفى المقدمة. ثورة أولا المسلاي في الأحكام التي جاءت بها السنة النبوية بالنسبة للقرآن، هذا محور الأساس. بمعنى القرآن يبوذ الأحكام، السنة تبوذ الأحكام، مشو العلاقة لنا جالسنا؟ ما هي العلاقة؟ ذا جالس نسفر بشكل مركز. أولا ألف لم تقارن الأحكام الموافقة، الأحكام المبينة، جيم الأحكام التفصيلية. 3 ألف باجيم. ألف الأحكام الموافقة. ما معنى الأحكام الموافقة؟ معناه وردت أحكام في أحاديث نبوية شريفة موافقة مطابقة
للأحكام الواردة في القرآن. هذا مكان باختصار المعنى لنت الأحكام ديوسان ذي السنة وفقا الأحكام اللي ديال القرآن. هذا مكان ذايا وقيل معنى باختصار. مكان ذي العبادات ذي المعاملات. مثلا ربي سبحانه ينادى الربا الحرام سلامة الآية 275 سورة البقرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينادى الربا الحرام يكونفيرمي مؤكد. أدنى ويل الأحاديث أسنظن ماشي ساعة أدنى شرح الأحاديث يكوي دينا النبي صلى الله عليه وسلم. ينادى ربي سبحانه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نروح للسنة هذا غدفك تؤكد أي لندي السوداقي ذي القرآن. ربي يوصد في الوالدين طاعة الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. السنة كيف وكذت في الناس مطابقة. النبي صلى الله عليه وسلم ينادى ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا يا رسول نعم يا رسول الله. قال الإشراك بالله وبعدين عقوق الوالدين. يهضر في عقوق الوالدين يعني الإشراك وبعدين هضر في السحر حسب تعدد الروايات. إلى وندا بعد الشرك يهضر في السحر إلى وندا فيه تفاصيل. المهم يهضر ربي النبي عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين إند من الكبائر سيثم قرانين تم قرانين. لذلك الأحاديث أحاديث مطابقة. ربي ند زكيث نفي ند زكيث، ربي ند حجتد وين زمرن نفي ند أدي حج وين زمرن، وهكذا ثقي قرنس أحكام مطابقة أحكام موافقة. ألف باء أحكام مبينة، أحكام وردت في السنة مبينة. ذاكي نقطتين، واحد إما بتفصيل المجمل أو اثنان بتخصيص العام، ثلاثة بتقييد المطلق. واحد اثنين ثلاثة. واحد تفصيل المجمل. شو المعنى تفصيل المجمل؟ معنى دس الآية ذي القرآن مجملة جلوبال مجملة ولاش ديك التفاصيل. السنة أغدفك التفاصيل وقيل المعنى أدفك مثال. ربينا تزلف وغدينا ربي مشى راه نزال وغدينا ربي شحال ركعات ودينا ربي إن كنزلف وغدينا نمشي راه نزال مشى راه نركع مشى راه نسجد مش ذنبي صلى الله عليه وسلم. يمدينا صلوا كما رأيتموني أصلي. الزلف أكن إثوالا مزلغ صافي ثغال السنة بارابور القرآن اش تخدم تفكي يغد لي ديتاي يقلان جلوبال ذي القرآن تساد الآيات أحاديث مفصلة مبينة لمجمل القرآن أثنفرات. يلا ربنا تزكيث مفكي يزيغ لي ديتاي تفاصيل واش انت القرآن واش انت ودينا شحال النصاب ونسى عن المال ونسى عن الزقارن ونسى عن الذريمن ونسى عن الذهب ونسى عن الفضة في كذا مرة وسنتد ذي السنة. لي زونتربرونور يخدم الباطمات يفنوا الباطمات يزنوزو. السنة ديالنا مشى راه يزكي مشى راه يعشر. السوق مشى راه يخدم الديون ثلاثة تضيون التاجر يتسلسي مدن يتسلسي مليار خلصنا راه يسد ويقول لك غادي يخلص يسوفغ الزكاة يسكو هذه الزكي نغوي تزكي راه مليار نني ودنك الشمارة يتسلس يتوالس اتصل تفاصيل في كذا دادو سانت ماشي ذي القرآن وسانتد ذي السنة وقي واحد نصف مثيل إذن بتفصيل المجمل إلا اثنان بتخصيص العام. يعني يدي النص في القرآن عام أدى السنة الثاني لا هذا يغال الخاص يخصص في مجال معين. مثلا ما يموثيون أثورث وراويس ثورثني مولانيس أثورث مطوثيس الورثة وين يموت ثورثا أكيد أراكي دينا ربي إلى للرجال القرآن في سورة النساء الآية 7 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. المدينة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
ياك التفاصيل هذه القرآن. بالمناسبة الآيات ديال المواريث آيات مفصلة بمعنى وريزما ديوان اكيني نو انك ساميتيا ما ديوغال الان سيزيام في 6 نغثيس 3 غتوغال تيس 4 خاطي لكن كان دينا ربي اكني ذالي مي تيختم المقاطع كي ختمت السلايه ان اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. خاطر يزمر يوندينا غاسيني اي غير تفكر تيس 3 اي غير ماشي تيس 6 هذيك الشموع اي غير ربي جاوب داك ياك تخلقي فيك ان اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. من بعدين فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما جمع بين العلم والحكمة. طيب ولكن اسمحتي إما يموت نفي وثورثنا والراويس هذا وكذا التخصيص وردت أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة أين دجال الأنبياء وثورثنا الدريان سنة الورث أنسن أذي روح الصدقة يجي لي مغبان وكذا وكذا. يلا إلى 3 بتقييد المطلق. شو المعنى تقييد المطلق؟ أدفتغ المثال بالمثال يتضح المقال. ربي ندي سورة النساء الآية 12 يهضرت في الوصية تستمع من بعد وصية توصون بها ودين من بعد وصية يوصين بها ودين يعني يون ما يموت إلى قنكس نفقات التجهيز المشروعة أين قال قنصرف الناس يموت ذي الخارج جاس نشرو افيا ايضا كسيتري كاينس نشرا امكانيس 300 اورو ولا 300 دولار نغشوا نخلصها كني ما يبغى هذه يصدق هذا يصدق مي نسعى نلحق الورثه ادك سنه كم الصروف من الجنازه سيتريكا بين يموتم وقيل المقصود يعني ولكن هذه ليجيتيم ليغال معناتها نفقات مشروعه في قرار نج 70 مليون تنتردي الطرف نخدم البارمر منين نخدم كذا وكا يصير روبوز وسنرنو غادي نشوف هذاك الجران كل سكواس يكون نفقات غير مشروعه تماما. يلا ادنوغال اذن الوصيه وصيه تستمع وصيه ربي إند وصيه ذي القران ذي الايه 12 مطلقه. شو المعنى مطلقه؟ يعني بدون حدود يون قبل ذي يمث هذه يجي الوصيه اكل يبغى تصايب 120 يقطار بكال 30 40 60 70 80 حر اكيد القران اكيد القران. ولكن ارجو السنه النبي عليه الصلاه والسلام ثنايا لا اللي يديوسان مطلقه تسد السنه قيديت سوا شو انتير ثلث حبس ساض 120 يقطارا ساض الحقات الصفوض 40 يقطارا يقلل لي مغفاني سبيطر الجامعة معمر البرك الروي 40 كان الى 80 اغروحا الورثه اكي يفغان في صدار يا سلامه والحمد لله مولا شي ونزم هذه حرم كلش سولت ما فغنا سوراوي سافريد يعيا ذيك السن اسيني هاتسوالي مي قرب هذه يمث هذا يروح النوتير تيستامون يلا يونو تسوي والو ويانا تيستامون ملي تطبيق ينس بعد الموثيس خاطر ما يدار هذا الزمان نسينا مشى كان تحقر ضاغ خاطي ملي يموت النوتير دي يشفد الكاظ لكن يرجو اتونسيون تسميم والو خاطر جات تيستامون وصيه لأن الوصيه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت مضاف إلى ما بعد الموت. بالمناسبة التعريف أكني قل ذي الفقه قل ذي القانون 84 11 لا لوا 94 لارتيكل 184 المادة 184 أكيد لنا أكن دينا الشرع دينا القانون سوا المعنى يسمى بعد مشكلة صافي خدمة خصو مخلوق يموت ناكني انسى يموت يجاغد المشاكل يفتى كلش. لذلك الشرع يناد أرجو سعود في 3
تسعود 120 جقطارا 40 يفكيك الشرع. ينادي النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم حيث شئتم. أنت تبغى ينادي الثلث. ينادي الحديث النظام حديث سعد بن أبي وقاص إناس الثلث والثلث كثير، معنى ماكسيموم ثلث. أما ذا ذريم أما ذا تمورث أما تزمورث لوانتير ماكسيموم أقصى حد. هنا ياسين النبي عليه الصلاة والسلام يسعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. خير تجغر راويه تجرس الأرزاق ولا تفقد كلش، تفقد كلش تصدقض تجغر راويه يخدم لك السثورا. النبي عليه الصلاة والسلام أغي تربي ثقيل السنة ذا الروج غادي يجا إلى قاثن غر وثن الصغر وثن السين وثن حفظ ماشي كان ذا الشتاء قد غا تنطبق خاطر ذا ميلا الاول كان هذا بلا الحيله خاطر لا انت الحيل سي شحال لي كونفلي يقال ديال لا جوستيس ذلولوف التفضيل ولا يتمتساف ودي قيمه العقل لا والو لي كاباسيتي ولا ريان غادي يخدم كان لي تيستامون لي دوناسيون الحبوس شحال ابري الموثيس من بعد الكيرا لا جوستيس اداون 30 سنه ذي المحكمه هكا باسكو هكا خاطر ندخل في الشرع ندخل في كان داكي نشتي غريف ديريكت يفكر لي روبير معالم في الطريق يلا. ولكن نرجو يزمر يملكني انا عاميه هذا فكر انتير ثلث 100 فكر غيمي مني ذنتي حرزان يتساوي غير طبيب يداي ذي الفغي يتساوي غير البوسطه البنكه ابا اش يجي ثلث يشتيني ويا خاطي من المي يموت ومغار نعطى مغار اد يسمي اسنيني الورثه طبقت اللايه 12 ديال القران سوره النساء حذرت السميم الما بيغ لو انتير ابارات خدم الله الشاني ذونا الورثه يسمى ذي وسيا ماشي مشكله ذا الحساد يجاد الكيرا يوراويس من بعد شو دير النبي صلى الله عليه وسلم يفكر الدواء ويقاس الوقايه والوقايه خير من العلاج. ينادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أنا عاميه ما ذي الهبة دوناسيون تفكر يون في كاسناك ما ذي الوصية تستامون لا وتسجل الوارث فكي وياه الجيران يمغفان السبيطار المدرسة يثجالي وجيلاني موضان سفر ولا قرن الخير الدوار كان دي فاميلت ولا قال قد يفاق المجتمع السفيدين ياكل. والله لو كان نطبق السنة ماشي كان ديال الظل تقلا نزال الحمد لله هذه قدر ربي ميل شغل وياه توهر داك الدعوه ياكل ديال السواق ديال الاداره ديال العقود كويشال عند السمض عاسمانك اي غير خاطر نقول في الشرعي هي كان يلا النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن في غد الحلول اما الا يونيفك الزياده اكثر من الثلث نغيف مليون وارث هذا نجمع الورثه وحدسا وين يستفيدين وريح الطراره هذا نجمع هذا خدمنا ديبا اوفير حوار مفتوح ما كونفيرمين قبلا الله يبارك سين بالك باباتنا غير جدي ولتماثنا صاموظين مسكين غير كيماثنا موظين حوايج وكذا يا الله انقبل وارث من ندلا لا يطبق لا التفاصيل هذا تسنيض ماشي ثورة في كذا باش كانوا تفهم غير مثلا نقطه يا كاروث ومقارن تقييد المطلق ثورة نروح باء لغد الف احكام مطابقه باء احكام مبينه جيم احكام مفصله تفصيليه احكام جديده سوبريمي ثاقي عاود احكام جديده مفصله روح غير القران لقيت هذه السنه احكام جديده شو المعنييس ذين ديوسان ذي السنه وديوسان ذي القران ذا جديد خاطر الزمان ولكن فكيد كان الدليل ولكن ماشي سي السنه سي القران اكي الصغلظ الناس كتفكر الدليل وفرات سي القران لا سي السنه
كيف ذي الوحي ولا السنة ذي الوحي إن هذا ربي القرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يكفى ولا الوحي النبي عليه الصلاة والسلام ينطق وحيا نمس فهم ثورة ذاك الأحكام الجديدة تصيق اللي عنا نحكوا فيها سنتم بعد إن شاء الله. مثلا توريث الجدة غنتي واقيلا دعوة معليش ميراث الجدة لم يرد في القرآن غير ذاك الآية من الإسلام مولان يفضل هند ربي ولأبويه الوالدين لكل واحد منهما السدس انسيزيام مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يفكر دوك التفاصيل جيدا كيف تيدي في ديرارة إن سيد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في ميراث الجدة نتسافى ذي القرآن أثنى في ذي السنة صافي ذا جديد مع تساقي الإمام نغ المفتي نغ النوتير ما يفكا تريكا يجيدا نغي يجيدا سلام كادنيني ما يفكاياس الدليلين سنسي ماشي سي القرآن سي السنة أين كنا ندي السنة يروح القانون غيفقد يطبق وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يناد أطعموا الجدة السدس افكاس الجدة أما يمس قماس نغ يمس بافاس هذا هو يعني السيانسية تساوي ان سيزيام السدس. هذا في قضية أحكام جديدة توريث مثلا بنات الأبناء أحكام جديدة قضايا العول والرد كيف إلى فيه تفاصيل سيأتي وإن كان هذه داخلة في اجتهاد الصحابة سيأتي البيان إن شاء الله في الوقت المناسب. الرسالة حبيت نقول هناك أحكام جديدة وردت في السنة النبوية المطهرة ثورا نكفى وقيك يوم السلام الثاني الشمذي أولا ثورا نروح ثانيا نهضر مصنفات السنة النبوية مصنفات يعني في كتابين يخدمن يمسناون ذي السنة أطاسي قلان سيسنت. هناك مصنفات ومؤلفات كثيرة في السنة النبوية منها ما يسمى بالصحاح مدين صحيح البخاري صحيح مسلم في قد الوغد الغرصنت الدروس اللي تدون عشان الحديث هاكي يسوف سيد الامام البخاري رقم الحديث باب الكتاب والباب ياك التفاصيل كاع تسلمك ان شاء الله تعالى. من بعد شي نختاقي خاطر تندي موطا الامام كذا ذي سنن ابي داوود ثقه دي مستدرك الامام مستدرك الامام الحاكم ثقه دي مسند الامام احمد لي ريفيرونس في هذيك المراجع صافي من قال لانت الصحاح لانت الموطئات مثل موطأ الإمام مالك إلا أنت السنن كتب السنن بعدين سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه وغيرهم. لا أنت المستدركات مثل مستدرك الإمام أحمد لا أنت المسانيد مثل مستدرك الإمام الحاكم المستدرك الإمام الحاكم مثلا مسند الإمام أحمد إلى آخره. ثالثا وأخيرا نهضر مصنفاتنا مؤلفات متخصصة في أحاديث الأحكام المعنى يكون المحور يسمي أحاديث الأحكام صافي إلى قدم مسلاي الشطح في كتابين إدجان يخدمن العلماء ذوين يشدن أحاديث الأحكام فقط. ما راه ينظم مثلا الموطأ جامع يبود كلش داخل صحيح البخاري كلش ثانيين أو السنة أين يصوض الإمام مسلم أين يصوض ابن ماجه أين يصوض الترمذي أين يصوض خاطر ولاش ورا دينين يون الكتاب يجمعك السنن في صلى الله عليه وسلم لم يدعي ذلك أحد. ما كاينش اللي يقول لك كتاب واحد تاع السنة جامع لكل السنة النبوية لا كل واحد واش جمع وين وصل هكذا. لذلك ثورة لانت أحاديث النظم كتب النظم اسمي كتب أحاديث الأحكام في هذيك سبيسياليزي متخصصة وقيل شغل السن أحاديث الأحكام أراد نشرح سيادة السوني إن شاء الله تعالى منها الأحكام الشرعية الكبرى وقيل ابن الخراط
فكذا كتاب عظيم جدا اسمه الأحكام الشرعية الكبرى، وكي كتاب يحتوي على أحاديث الأحكام لابن الخراط. إلى كتاب عمدة الأحكام عن سيد الأنام، وكي الحافظ عبد الغني المقدسي، كذا كتاب قيم أيضا جامع لبعض أحاديث الأحكام. إلى كتاب اسمه الأحكام الكبرى، وكي وثنان وكي يجديس ابن تيمية، ماشي ابن تيمية، يجديس ابن تيمية الأحاديث الكبرى، الأحكام الكبرى. إلى كتاب اسمه الإمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، وكذا كتاب قيم. إلى كتاب وسن النظام اسمه الإلمام بأحاديث الأحكام أيضا لابن دقيق العيد. إلى كتاب أيضا قيم للحافظ ابن حجر العسقلاني اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب أيضا مهم جدا في أحاديث الأحكام. إلى كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني. في كتابنا كيوك السياض إن شاء الله تعالى أنو على رغوصنت ذي الدروس إدي سدون ذي ثيرة دينا غيث مثلا كل مرة مشو الأحكام الأحاديث هذا نشرح، ماشي في العبادة ما كنخدم الدروس مزورة خاطي المنفوك كانوا على المعاملات خاطي كل مرة راني مرة مثلا حديثنا أكثر ذي العبادات، درس وايض حديثنا أكثر ذي المعاملات، تتنوع المواضيع. نسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله.